السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا موجود في المدينة المنورة صار لي يومين. اليوم لما قمت من النوم تفاجأت بصراحة من كمية التعليقات اللي موجودة عندي على صفحتي في انستغرام، والغريب جدا أن هذه التعليقات كلها جاية من العراق. فتفاجأت من الموضوع، فاكتشفت أن في منشور نزل في حسابي أمس على صفحتي في الفيسبوك وتم إزالة هذا المنشور فورا. تواصلت مع إدارة الفيسبوك، لأنتم مثل ما تعرفون أن أنا حسابي اللي هو في الفيسبوك يدير لي أو تدير شركة موجودة في مصر، وللأسف الشديد تصرف فردي من أحد الأشخاص اللي يديرون هذا الحساب نزل المنشور وكتب هذا الكلام أبدا من غير موافقتي ومن غير علمي، والله العظيم. وأنا في المدينة المنورة بجوار رسول الله، أقول أقسم بالله أني ما كنت أعرف عن المنشور ولا كان لي علم فيه أبدا. فيقول لي أني أنا نزلت وبعدين مسحت هذا المنشور. أنا اتخذت الإجراء اللازم ضد الشركة، واتخذت الإجراء اللازم ضد هذا الشخص، لأني أنا محرص عليهم أي منشور سواء فيه أمور دينية أو طائفية أو أمور سياسية ما ينزل عندي على الصفحة أبدا، ولا يتم التطرق له أبدا. بالرغم من هذا كله أنا أعتذر وحكم على عيني وعلى راسي، وتأكدوا 100% أن أنا شخص مستحيل أني أخطئ في حق أي دولة، وخصوصا أهل العراق. لكم مكانة في قلبي، وأكثر من مرة أطلع وأتكلم وأقول أن أنتم سبب رئيسي في نجاح. لكم مكانة ومكانة كبيرة في قلبي، ويعلم الله أن أحب أهل العراق بأكثر مما تتخيلون، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يصدر مني شيء تجاه العراق من إساءة أو تحريض أو أي شيء يتعلق في هذا الجانب. بحكم علي وأنا آسف.